تصدق حد، اوعى تصدق حد، والصراع على بند ال8 سنوات عشان كلهم يرجعوا ويقعدوا، ماشي خلاص، كان القانون بيسمح، على راسي حقهم. لكن رفعا للحرج يا كابتن حسن، رفعا للحرج، رفعا للحرج عن مجلسك، عن مجلسك، يمكن دي النقطة المنطقية اللي أنا بتكلم بيها. تستطيع بما إنك مش هتترشح مرة أخرى وباقي على الانتخابات لغاية مارس، لغاية مارس، لا أكثر ولا أقل، ارفع الحرج عن مجلس الوزراء، ارفع الحرج عن مجلسك، ارفع الحرج عن نفسك، وأنت رجل بريء ومحترم، ولا يمكن أن نتحدث عن إدانتك إدانة كاملة إلا بعد الحكم النهائي، بعد الحكم النهائي. أوكي؟ إذا برئت بجزمتك على راسنا من فوق ونبقى غلطنا في حقك، ولو ان انا حريص في كل كلمه بقولها، عمري ما غلطت في حقك على الاطلاق. واذا أدنت فانت رجل فاسد وفقا لحكم القضاء. خلاص خلاص، انتهينا من القصه دي، انتهينا من القصه دي. ارجوك يا كابتن حسن، ارفع الحرج عن مجلسك وعن زملائك، وتنحى جانبا عن رئاسه النادي في هذا التوقيت، ويصعد الكابتن محمود الخطيب رئيسا للنادي الاهلي في هذا التوقيت مع مجلسه بالكامل، لانهم ليس لاحد، مفيش ولا واحد فيهم عنده قرار. موضوع مش موضوع فتوانا من المجلس، لا كلنا واحد، يا نعيش سوا يا نموت سوا، لا 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 لا، هو موضوع منطق وعقل، وموضوع يقبله المنطق والعقل، وبالتالي لا مانع على الاطلاق، على الاطلاق، ان حضرتك بسموك ورقيك تتنازل عن هذا الامر. طيب اوكي،